السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ لما ربنا يكرمك وتروح تشتري عربية دايما بتلاقي في مواصفاتها كومباكت، سب كومباكت، ميد سايز، ومتبقاش عارف معناها ايه. انا خالد البيومي من البيومي اوتوموتيف، والنهارده هنتكلم عن تصنيف العربيات. يلا بينا. قبل ما اقولك يعني ايه كومباكت وسب كومباكت وميد سايز، محتاج تبقى عارف حاجتين مهمين جدا. اول حاجة، ليه اصلا موضوع التصنيف ده اتعمل بناء على ايه؟ طيب، قبل 1940 كان عدد العربيات قليل جدا على مستوى العالم، وكان اللي معاه فلوس بيروح يجيب اي عربية وخلاص لمجرد انه يتنقل بيها. ولكن مع مرور الوقت كل شركة عربيات تشيل حتة وتزود حتة، لحد ما الحكومات اللي في اسواق العربيات الكبيرة اضطرت تعمل التصنيف ده علشان تحكم الموضوع شوية، واقدر كمستهلك اقارن بين العربيات. طيب، التصنيف ده اتعمل بناء على ايه؟ التصنيف ده اتعمل بناء على حجم العربية ومتطلبات المستهلك. يعني مثلا واحد شغله في الجبل اكيد مش هيروح يجيب عربية سيدان علشان يدخل بيها الجبل، وهكذا. تاني حاجة لازم تبقى عارفها، يعني ايه سيدان، ويعني ايه اس يو في، ويعني ايه هاتشباك، ويعني ايه كوبيه، وكل الكلام ده. لو مشيت على الدليل اللي هقوله لك دلوقتي هتعرف تصنف اي عربية، وهتعرف تصنيفها جه منين. تخيل معايا كده العربية مقسومة لثلاث اجزاء: جزء امامي، جزء وسطي، جزء خلفي. تعال نبدأ بالسيدان، وهي اي عربية ليها 4 ابواب وشنطة خارجية. طيب، لو سيبنا الاربع ابواب وشلنا الشنطة كده يبقى اسمها هاتشباك. طب لو شلنا الشنطة خالص وحطينا باب مايل يفتح هو والازاز حتة واحدة يبقى اسمها ليفت باك. طب لو طولنا السقف شوية يبقى اسمها ستيشن واجن، وممكن نخليها ستيشن واجن زي ما هي بس نعلي السقف حبتين ويبقى اسمها ام بي في. وممكن نعلي السقف شوية ونعلي العربية حبتين على الارض ويبقى اسمها كروس اوفر. وبس كده عرفت اللعبة ماشية ازاي. سيبك من الجزء الامامي لانه مش بيحصل فيه اي تغيير في اغلب العربيات. اللعب كله بيبقى في الجزء الوسطي والجزء الخلفي. شيل حتة وزود حتة، التصنيف هيختلف خالص. طيب، تعالى نرجع للسيدان تاني، بس نحط بابين بس بدل 4 ابواب، ونسحب السقف شوية نخليه ناعم، ويبقى كده اسمها كوبيه. طيب، مصطلح كوبيه بيتقال بس على العربية اللي فيها بابين وشنطة خارجية، وده اصل واساس التصنيف. احنا كده خلصنا التصنيفات الرئيسية والاساسية لكل العربيات. نيجي بقى للتصنيفات الحجمية اللي هي كومباكت وسب كومباكت والكلام ده. انا عايز اقول لك ان في حوالي 20 تصنيف للعربيات على مستوى العالم: انجليزي واسترالي وامريكي وليله كبيره قوي. عشان اجيب معاك من الاخر الملخص المفيد، مفيش غير تصنيف واحد اللي بينفع معانا في السوق المصري، هو التصنيف الامريكي. طيب، التصنيف الامريكي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد انه بياخد كل فئه من الفئات اللي انا لسه قايلها دلوقتي اللي هي اس يو في وسيدان، وبيقسمها لاربع درجات، اللي هو سب كومباكت اللي هي تحت مدمجه، وكومباكت مدمجه، وميد سايز متوسطه الحجم، وفول سايز اللي هي كبيره الحجم. يعني مثلا الكروس اوفر في برضو الاربع درجات. اول واحده اللي هي سب كومباكت كروس اوفر، زي مثلا البيجو 2008. في الحجم اللي اكبر منه اللي هو الكومباكت كروس اوفر، زي مثلا البيجو 3008، وزي السبورتاج والتوسن. طيب، الميد سايز كروس اوفر زي البيجو 5008. وبرضو نفس الموضوع في السيدان، في برضو الاربع درجات: سب كومباكت سيدان زي الاكسنت ار بي، وكومباكت سيدان زي الكورولا والانترا واللانسر. طيب، نيجي بقى لنقطه مهمه جدا وعليها خلاف كتير قوي، وهو ان في عربيات ما بتمشيش ساعات معانا في التصنيف ده، وهي عربيات بيدخل في اسمها كلمه لاكجري. الكلمه دي مجرد ما بتدخل على العربيه بتاخدها في حته تانية خالص وبتحط على راسها ريشه. على سبيل المثال العربيات اللي هي الكومباكت سيدان زي السيراتو والكورولا والالنترا، العربيات دي نفس الفئه الحجميه فبالتالي بتتنافس مع بعض. طيب، البي ام دبليو الفئه الثالثه، العربيه دي كومباكت سيدان؟ لا، اسمها لاكجري كومباكت سيدان. والعربيه دي مجرد ما دخلت عليها الكلمه دي اخدتها في حته تانية، مع انها نفس الفئه الحجميه لباقي العربيات ولكن مش بتتنافس معاهم. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. متنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك او محتوى القناه عجبك بشكل عام، ومتنساش برضو تعمل فولو على الانستجرام علشان تتابع كل جديد. الف شكر يا باشا على المتابعه. السلام عليكم.